يا بينا. طبعا أنا يا ايه حكيت كثرة مسكة عندي التليفونات أكيد برضو. بتسوي مشاكل. يعني إن شاء الله هلأ يكون تمام. بقول لك أحمد ليجا شكلك انا ماخذ بالنسبه النت من لي الجيران. عايزه اقول لك، بصي، هو المفروض الطبيعي في اللايفات، المفروض ان اللي بيبقى معاكي مثلا الادمن او كده بيبقى حد قريب جدا، واللي هو بيبقى ايه، بيدافع عنك، صح؟ اللي هو بيساعدك عشان تنتشري، يتكلم عليكي كلام حلو، يعني دايري عيوبك، يعمل اي حاجه. عايزه اقول لك هو، لا جيت لي ليه وبعد ايه يعني؟ ده مسوق سمعتي في كل حته، مفيش مكان بدخله الا لما يجي ورايا عشان يدمرني نفسيا. وحاجات تانية كتير هبقى اقولها لك لما اجي العياده بقى يا دكتور عبير، ان انا محتاجه اتعالج منه. خلص تمام. انا اللي جايه متاخره، أهلا أهلا. لا وعمر عادي. ونايمه منورين الدنيا. النهارده هنتكلم في موضوع مهم أحمد جدا، ليجا وهو لا موضوع تكون مزدوج، خليك عند حدا فينا. هو مزدوج. هو عميل مزدوج وبيلعب على الوينجين وبيخسرني اصحابي. يعني إيش بدك تعملي؟ احنا النهارده بدنا هنتكلم نشير عن للناس اللي معنا. مم. ايه ده. انا مش هيعرف، تصدقوا شيروا لي. بطلع عفريتة لما بعمل كده، يخرب بيتي. وميمة الحقي. آه هنتكلم النهارده، خدتش بالك؟ خدتيش؟ ماشي. النهارده هنتكلم عن التوحد والحرمان الجزئي، صح كده؟ هو أهلا يا الحرمان بهاء. الجزئي نعم. في حاجة. أوكي. الحرمان الجزئي شو؟ ليه علاقة بالتوحد؟ احكي لي. طيب يعني ايه توحد اصلا؟ تمام. هلا شوفي، بدي احكي لك عشان في شغله ناس، كثير مهمه. اه اهلا اهلا في احمد، ناس بيقولوا عن اهلا ان اهلا التوحد بالقائد. ده او الطفل بيبقى منعزل منذ الطفولة، وبيكون معزول، وبيكون ما عندوش اي يعني محدود الطاقات، وبيبقى اللي هو ممكن ما بيفكرش كويس زي غيره والكلام ده، على عكس اللي حضرتك ممكن تقوليه دلوقتي وتفاجئينا، صح ولا مش صح؟ تمام. هلا شوفي اول اشي منورين كلاتكم الموجودين. بدنا نحكي اول اشي على التوحد، رح احكي كم شغله ورح نحكي عن اثر البيئه، اثر البيئه على الطفل. اللي انت ممكن تشك انه الله يسعدك يا احمد، اللي ممكن تشك انه طب ابني عنده سمات، وحكوا لي الناس مثلا انه ابني عنده توحد، لكن هو فعليا ما بيكون عنده توحد. هلا بدنا نتفق على شغله، انه التوحد هو اضطراب. هو اضطراب تواصلي، اضطراب اجتماعي، اضطراب بصير عند الطفل او بيكون عند الطفل وبيكون ملاحظ عليه. تمام. هلا غالبا الاولاد هي لما هلا التشخيصات بتقول لك انه انا بقدر اعرف الطفل عنده توحد حسب التشخيصات والمقاييس الموجوده، واللي بتبلش بعمر السنتين، سنتين ونص، 3 سنين، كل مقياس له عمر. لكن انا دائما بحكي للاهالي انتبه على عمرك، سوري، انتبه على عمر طفلك بسن التطور. يعني خلينا نقول لما انت بيكون ابنك لسه بوبو صغير عمره 4 و5 و6 شهور، هلا خصوصا بعمر 6 7 شهور ببلشوا الاطفال يتفاعلوا. يعني بتكوني تقولي له مثلا بخ عينه بيكون يضحك، بتعمل حالك زعلانه بيزعل، بتكوني بتعمل حالك بتعيطي بيزعل وبصير بده يعيط، بتخرخشي له بالخرخيش بينتبه عليها، بتلعبيه بلعبه عينيه بتمشي معها. ففي هذا التفاعل اللي احنا بنسميه اللي هو هاي المهارات اللي هي ما قبل مهارات اللغة، اللي هو الانتباه، اللي هو التفاعل، اللي هو الانتباه لإيماءات الوجه وإلى آخره. تمام. مم. شباب صبايا الحلوين اللي معي، وعليكم السلام. الأسئلة موجودة في الكومنتات، رح أحاول أرجع لها، بس أنا ما بدي أتشتت عن الموضوع اللي بحكيه. صح. تمام. طيب. طب هلا ايش يعني بصير عند الطفل اللي عنده توحد؟
رح نحكي اللي هي أبرز الشغلات اللي بتصير. بيكون عنده قصور بالتفاعل الاجتماعي، قصور باللغة، تواصل البصري عنده فيه ضعف شديد، الطفل عنده خلينا نقول الحركات النمطية. يعني مثلا بتلاقيه خلينا نقول مثلا عنده هاي اللعبة، فهو بس بضل يلعب بالعجل ويلف فيه مثلا على سبيل المثال. ماشي. طبعا بدي احكي لكم شغله، مش كل ولد مسك اللعبه ولعب فيها هيك هو معناته عنده توحد. يعني هذا كمان بدنا نكون احنا واعيين له، لانه الطفل ببدايه اللعب هو طفل مستكشف، بده يشوف شو هذا عجل، يعني بيعمل هيك بيعمل هيك، بعدين رح يصير يحاول يلعب فيها هيك، بعدين رح يصير ممكن يمشي فيها هيك، بعدين ممكن يصير يستكشفها يلعب فيها بالحيط والى اخره. هذا اللعب مهم انه انا كيف الطريقه اللي العب فيها. لكن اذا انا كانت لعبتي نمطيه، يعني انا بس ماسك العجل وبس بلف فيه وانا ما بعمل إشي ثاني، هاي الشغلات انه احنا ننتبه فيها. مهم للطفل يكون عنده اللعب التخيلي، يتخيل الاشياء، يلعب، يصف مثلا الليجو يعمل فيه بيت، يحاول يعمل فيه اشياء، يغير والى اخره. طيب اذا حسينا انه انا طفلي عنده مشكلات واضحه، وخصوصا اذا كانت بعمر خلينا نقول انت بلشتي تلاحظي انت كأم، خصوصا الام اللي بيكون عندها تجربه سابقه وبيكون عندها اولاد قبل هيك، ولاحظت انه هذا مثلا اولادي اللي قبله والله كانت تطوراتهم عاديه، ابني هذا تطوره مش مثل اخوانه، ابني ما عنده تواصل بصري، ابني ما بينخرط مع الاولاد اللي من جيله ولا حتى مع اخوانه، ابني ما عنده لغه، ابني ما عنده تفاعل، ما عنده ردود، ما عنده فهم للإيماءات الوجه، للمشاعر، لنبرات الصوت. انت هون بدك تسأل حالك سؤال: ليش ابني تطوره هيك؟ اول ستيب انت لازم تعملها بدك تراجع عند طبيب، ولازم الطبيب يشوفه. والطبيب هون وقتها اللي هو طبيب أعصاب أطفال أو الطبيب النفسي، هدول هم بدهم يوجهوك، هم بيشوفوا الطفل، بيسألوك أسئلة، بيعملوا تقييمات معينة، بيلاحظوا ملاحظات معينة، ممكن يطلبوا منك صور، ممكن يطلبوا منك تحاليل، ممكن يطلبوا منك كثير شغلات، لأنه بيكونوا في زاوية معينة بدهم يتأكدوا من سلامة الناحية العضوية، إنه هذا الطفل ما عنده مشاكل عضوية. بعدين رح يقول لك إنه أنا بنصحك تخضع لبرنامج تدريبي. بهذا البرنامج التدريبي اللي هو تنمية المهارات. بالضبط برنامج تأهيلي حسب شو احتياجات هذا الطفل. يعني ممكن هذا الطفل يكون بحاجة علاج سلوكي وعلاج نطق وعلاج وظيفي، في أطفال بتكون برضه بدها علاج طبيعي، يعني حسب الحالة إيش احتياجاتها. بعد ما يخضع هذا الطفل لهاي البرامج التأهيلية بشكل عام، وقتها بيكون في ملاحظات عند الأخصائي أو الأخصائيين ككل بالتواصل مع اللي هو الطبيب المشرف على الحالة. وقتها لما الطبيب بياخذ هذا التصور إنه والله هاي السمات اللي كانت موجودة اللي بعدها موجودة أو تحسنت بشكل بسيط وأعطت هذا أهلا أهلا، وأعطت هذا خلص تصور، صارت الفكرة كاملة عند الطبيب إنه أنا بقدر هون أجزم هل هذا الطفل عنده توحد أو ما عنده توحد. التوحد درجات، في عنا الدرجة البسيطة، الدرجة المتوسطة، والدرجة الشديدة. بتفرق إنه كل مرحلة بتكون الأعراض أكثر، كل مرحلة بتكون الأمور أصعب وإلى آخره. بالمرحلة اللي أنت بتشك إنه ابنك عنده مشكلة تواصلية، مشكلة تفاعلية، مشكلة لغة، وهاي المشاكل كلها اللي بنحكيها، أهم شيء التواصل البصري، وقتها أنت لازم على طول تتوجه يعني ايه وتبلش بإيش. التواصل البصري برضو للناس اللي ما بتبقاش عارفة يعني ايه أوكي، تواصل؟ اه. التواصل البصري، هلا أنا لما بحكي مع رانيا أنا عيني بعين رانيا عم بحكي معها، رانيا شو ما عملت حركة أنا عيني متبعة معها، في تواصل بيني وبين رانيا، في تواصل بيني وبين الأشخاص. لما حدا بيحكي معي أنا التواصل موجود بيني وبينه. أنا لما بدي أمسك هاي اللعبة بدي ألعب فيها، أنا مش بكون ماسكها وبعمل هيك، أنا ماسكها ومتطلع عليها وبستكشف فيها وبلعب فيها، فعيني ماشية. فإحنا بنحكي تواصل بصري مع الأشخاص ومع الأشياء. يعني لما عندي مهمة بدي ألعب مثلا بالليجو، أنا بكون حاطط الليجو وبلعب فيه ومركز فيه، مش قاعد بس بحط، أنا مش فاهم شو الإشي اللي بحطه وشو الإشي اللي مركز فيه. التواصل البصري بين الأشخاص، أنا بلعبك بخ عينه وأنت مركزة معي وعم تتفاعلي معي كمان، فهذا التواصل البصري مطلوب، إنه يكون في تواصل بالبصر ما بين الأشخاص والأشياء. خليني بقى معلش اقطع حضرتك، يعني معنى كده ان الشخص اللي بيبقى فيه تواصل بصري ده بيبقى شخص قوي ولا بيبقى شخص عنده توحد؟ لا، هلا احنا ما مش كل شخص عنده قصور بالتفاعل او بالتواصل البصري عنده توحد، لا،
في أطفال بصير عندها قصور بالتواصل البصري بسبب الشاشات. اه. فإحنا بدنا ننتبه. شوفي ليش بقول لك تشترك أحيانا بعض. طيب حاضر يا فهم يا فخم، حاضر من عيوني، بس اصبر علي شوي. هلا بحكي لكم عن كل شيء بدكم اياه، بس خلينا نكمل الموضوع. اللهم صل على سيدنا محمد. وين عليه كنا؟ الصلاة والسلام. خايف اني انا بنسى، لازم تضلكم مركزين معي. التواصل عشان البصري. الدكتورة. اه. اه. التواصل البصري مطلوب عند الأطفال إنه يكون موجود. هلا أحيانا بصير في قصور بالتواصل البصري، مرات اه. بسبب إدمان الشاشات، مرات بسبب إنه البيئة غير تفاعلية حول الطفل، بسبب أشياء كثير. وبرضه هي ممكن تكون من يعني من أسباب إنه ما في تواصل بصري إنه الطفل يكون عنده توحد. هلا هذا الإشي يعني مش إنه أي طفل ما عنده تواصل بصري أسوي لي أكيد ابني عنده توحد، لا، هاي الأحكام المسبقة وانت تقعد تشخص ابنك وانت تقعد تحكي انا ابني عنده هيك وانا ابني عنده هيك، هذا مش مقبول. لانه احيانا فعليا بيكون الطفل بسبب شغلات معينه هو ما عم يكتسب هذا التفاعل اللي حواليه البيئي المطلوب، فبصير عنده قصور بهاي الشغلات كلياتها. لكن شو بفرق؟ بفرق انه انا اذا الطفل بلشت معه بخطه علاجيه وتحسن، معناتها الطفل او تحسن، او حتى في اطفال بترجع لوضعها الطبيعي 100%. فمعناتها احنا هون ما بنحكي انه الطفل كان عنده توحد، الطفل كان عنده مشاكل بيئيه، حرمان بيئي، ما في تواصل بالبيئه، في ادمان شاشات، ما في لغه تفاعليه، ما في بيئه ثريه، ما في حد يلعب معه، دا الى اخره. فمعناته انا هون بحكي المشكله كونه طلع منها، انا هون استثنيت انه الولد كان عنده توحد. طب انا عايزه اسال اساليني. بقى سؤال. اه، ده انا هسال اسئله كتيره قوي، لان حضرتك انا شفتيني ببرق ازاي وانت بتقولي ده. ان يعني معقوله ان انا ابني ماسك حاجه وماسكها كده وعمال يعمل فيها كده بس ومثبتها، ده دليل على انه التوحد؟ ده في ناس كتيره قوي ما بتاخدش بالها على كده. يعني حضرتك شوفي. بتقصدي الطفل الطبيعي مم. ممكن ان هو مثلا يمسك اللعبه يخرب فيها، ده كده طبيعي، او يستكشفها، او يكسر منها حته، ده الطبيعي، وان الطفل يفضل ماسكها كده بالطريقه دي، ده هو ده اللي عنده توحد؟ هلا شوفي، ما بقول لك هو مش شرط، ممكن تكون برضه حركات مكتسبه. فليش بقول لك هو الاستمرار بالبرامج العلاجيه، لو انه هاي كانت حركه مكتسبه ممكن انها خلص تروح. طب في اطفال مثلا اللي عندهم توحد بيمسك لك مثلا هاي الورق، عنده هاي الورق، بيمسك اه. الورق بصفطه كلياته جنب بعضه بطريقه انها ممنوع تزيح وممنوع تيجي تخرب بيها، لانه هو عنده نمطيه معينه. تمام. حتى عندهم في رح تلاحظي في اطفال اللي عندهم توحد عندهم حركات مثلا زي انه رفرفه الايدين، مثلا بيكون قاعد ضل يعمل لك هيك بايديه. هاي مثلا من السمات اللي ممكن تلاحظيها عند طفل التوحد. فهي شوفي، هي ليش بقول لك هي مش سهل انه انت تحكم. انا دائما بحكي انا ضد اي حدا مختص انه بتفوتي انت عنده تقولي له يا دكتور ابني تواصل البصري ضعيف، ابني ما بيحكي مع ابني بيقول لك اوكي تك 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 خلص ابنك عنده توحد. انا ضد هذا البروتوكول. ليه؟ لأنه في كثير أطفال عم تنظلم بالتشخيصات، ما بيكون عندها توحد ولكن بيكون عندها مشاكل بسبب البيئة. مجرد ما الطفل خضع لبرامج علاجية تختفي هاي المشاكل. فمعناته مش أي طفل عنده مشكلة أنا بدي أقول إنه عنده توحد. يعني ليه علاج التوحد؟ ليه علاج؟ هلا شوفي، هو ما له يعني علاج. لا، هو له جلسات تأهيلية لمساعدة هذا الطفل على تحسين جودة حياته، ولكن التوحد هو بضل توحد. هذا الشيء نكون متفقين عليه. أما طيب انا الحرمانات، الحرمان البيئي، الحرمان اللغوي، الحرمان التفاعلي، هاي الأشياء اللي مش موجودة في البيئة، هاي اللي بتتطور وبرجع الطفل لوضعه الطبيعي. طيب معنى كده انه اغلب الامهات هي بتكتشف حوار التوحد، وحضرتك تاكدي لي المعلومه او لا، يعني في سن كبير، لان الحاجات دي ممكن ما تبقاش واخده بالها طفلها في تركيز تواصل بصري، او ان هو مثلا يعني لو هو بيلعب كده ممكن انا ما اخدش بالي ان ابني، الا بقى لا الانعزال عن الناس، او انه يبقى شويه مركون في جنب الحيطة مثلا أو في ركنة من الأوضة ومنعزل وماسك حاجته، ده برضو حاجات تخلي الأم تفكر إن ابنها عنده توحد. شوفي هلا اصلا اذا شفتي ابنك انت قاعد لحاله بالزاويه، انت اصلا لازم تسالي حالك سؤال: انا ابني ليش هيك قاعد؟ حتى لو ما عنده توحد، طب هو ايش الشيء اللي اثر على نفسيته؟ شو الشيء
اللي خلاه منعزل. يعني احنا دائما لازم، اذا شو امبارح حكينا رانيا باللايف، حكينا اذا انت شفت ابنك بالوضع اللي انت مش متعود عليه فيه او بشيء بقلقك انت، انا دائما مع التوجه. بعدين شوفي بدي احكي لك شغله رانيا، هلا هذا الوقت صارت الناس اوعى. يعني السوشيال ميديا يعني صح هي سلاح ذو حدين، لها ايجابيات ولها سلبيات، ولكن صار في وعي على السوشيال ميديا، صار في ناس تطلع تحكي، صار في ناس عم تحضر، عم تسال، عم تستفسر. ولكن انا دائما بحكي للاهل برضه لا كثير تكونوا قلقين. يعني انت امشي مع ابنك بالاشياء اللي انت لازم تمشي معه فيها، اذا حسيت في مشكله طبعا توجه. طيب راني، بس مضطر اطلع عن الموضوع دقيقه اجاوب على السؤال لانه شكله مضطر عليه. واللي مش حكينا عن مشكلة. عدم القدرة على النطق في عمر 3 سنوات. هلا أنا ما بعرف شو قصدك بعدم القدرة على النطق، ولكن إذا كان في مشكلة بالنطق أو في اللغة أو يفخم، أنت لازم تتوجه أول شيء بطفلك طبيب الأنف والأذن والحنجرة. لازم نتأكد من سلامة السمع، لازم نتأكد إنه ما في سوائل، برضه لازم نتأكد إنه ما في لحميات، كل الأمور العضوية تمام. بعدين بيروح الأخصائي النطق واللغة. أخصائي النطق برضه طبيب الأنف والأذن والحنجرة ممكن يطلب منك تخطيط سمعي دماغي، فبدك تمشي بالبروتوكول. بعدين خلصت هاي الإجراءات بتوجه إلى أخصائي لأخصائي النطق. بقول له أنا رحت عملت التشيكات، إذا طلع عنده سوائل بتقول له عنده سوائل والدكتور كتب له دواء أو كان بحاجة أنابيب لتصريف هاي السوائل. إذا كانت أموره تمام بتقول له رحت وشيكت وما عنده أي مشكلة، ولكن ابني بعده عنده مشاكل في النطق واللغة. ف ما بدك تتوجه، ما هو ليش بقول لك هاي بدك تتوجه للتنتين زي ما انا حكيت لك. تتوجه لاخصائي النطق واللغه تقول له يا اخصائي انا ابني عمره 3 سنين بعده ما بيحكي، عنده مشاكل نطق، عنده. هذا رح ياخذ منك الهيستوري تبع الطفل، بعدين رح يفوته على التقييم. بالتقييم كل اخصائي عنده التولز او التقييمات المناسبه له، بيستخدم هاي التقييمات وبيشوف شو هي هاي المشاكل الموجوده عند الطفل. هل هو عنده مشاكل لغه؟ هل هو عنده مشاكل نطق؟ هل عنده مشاكل باعضاء النطق؟ هل هو اصلا ما عنده القدره على الكلام والى اخره. فحسب شو بشوف الاخصائي بالتشخيص بيطلع بيحكي لك عنده كذا 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 كذا، بده خطه علاجيه مثلا نبلش كذا نعمل كذا. فهذا كلياته بيرجع للاخصائي نفسه اللي رح يشوفه. اتمنى اني اكون جاوبتك وانك تكون استفدت من الجواب، وبتمنى انك تتابع التعليمات اللي حكيت لك اياها. يسرا نرجع. طيب، امتى اكتشف يعني ايه إيه التشخيص المبكر اللي يخليني اكتشف انه خلاص ده ابني عنده توحد؟ ولا على كل الاحوال المفروض ان انا في سن كام اي ام او اي اب يروحوا يودوا ابنهم لاخصائي عشان يشوف هو هل سليم ولا هو عنده توحد او عنده اي مشاكل مثلا خاصة بالكلام، خاصة بالنطق، خاصة بالحاجات دي؟ اوكي، اهلا اهلا يا فخم، شرفتنا حبيبي، الله يسعدك. شوفي بدي احكي لك شغله. هلا احنا في عنا إشي اسمه المراجعات الدورية للطفل. الطفل لما بينولد له مراجعات دورية بيراجع فيها. بتعرف في عنده التطعيمات كل شهرين 3 شهور 4 شهور حسب شو التطعيم. في عنده مراجعات عند طبيب الأطفال اللي هي بضل يراجع فيها أول فترة بعد الولادة لغاية عمر السنة، بيطمن عليه، بيشيك عليه، بيشوف جنيه، بيشوف تطورات. وحتى طبيب الأطفال لما هو بيشيك على الطفل هو مش بس بيشيك عليه عضويا، هو بيشوف تفاعله، هل الطفل عم يعطيني هذا الانتر اكشن اللي بيني وبينه ولا لا. فوقتها طبيب الاطفال فاحنا ليش بنروح اصلا بنضل نراجع اول فتره؟ عشان احنا نضمن انه مش بس بدي اشوف وزنه طبيعي وطوله طبيعي ومش مرشح او مش تعبان او ما في إشي مثلا عضوي عنده، لا احنا كمان نشوف السايد الثاني، الجانب الثاني من تطور هذا الطفل، تطور الادراكي، تطور خلينا نقول التفاعلي والى اخره. فاكيد الطبيب اللي بتكون او بيكون مسؤول عن هاي الحالة رح يلاحظ شغلات، وأكيد رح ينبه الأهل. الأهل لو شكوا أو حسوا إنه في إشي يمكن ما بيكون بيراجعوا عند طبيب، أو ممكن الطبيب بيراجع عندهم ما انتبه لشغلات، هم ممكن كمان يقولوا يا دكتور بس أنا مثلا شاكك بتطور ابني. في أطفال بيكون عندها مشاكل مثلا في السمع، وهذا الإشي هو اللي بيخليه أصلا هو مش متفاعل، خلينا نقول، عرفتي؟ فليش بنقول إحنا دائما الفحوصات عند الأطباء مهمة، لازم الشخص ياخذ ابنه ويشيك عليه وينتبه له. نشوف كل إشي عشان أنت ما بعدين يمرق من عمر الولد 4 و5 و6 سنين وبعدين تقول إنه أهلا وسهلا أسفي عبد الوهاب، أهلا وسهلا، عشان ما أنت بعدين تقول يا ريتني مثلا من أول ما انتبهت رحت.
أو يا ريتني ما قلت لا خلص خليه، ما هو يوم يومين شهر شهرين برجع وإلى آخره. ما نستهين بهاي الأشياء. يبقى لازم استوقف أهلا حضرتك عند أهلا. ده. هل التشخيص المبكر للتوحد، حضرتك قلتي ان التوحد ملوش علاج بس احنا بنعدل السلوك بتاعه عشان يتعايش مثلا مع المجتمع. طيب لو انا شخصت بدري ده ما يخليهش الولد يشفى فما يبقاش عنده اصلا توحد، ولا هتفرق في ايه التشخيص المبكر او ان انا اكتشف لما يكبر طالما كده كده بقى ما لهاش علاج؟ شوفي، اتفضلي. ليش أنا مهم أكتشف بكير؟ عشان أنا أمشي بالخطة العلاجية مع طفلي بكير، لأنه كل ما كان أصلا التدخل مبكر معناتها أنا عم بتفادى. يعني مثلا هلا أقول لك شغلة، لو أنت كان عندك مشكلة وعمرك 3 سنين وبلشت تحلي فيها وصار عمرك 6 7 سنين، فقديش انحل معك بهدول ال3 سنين 4 سنين، غير لما انت بتيجي عمرك 8 و9 و10 وعندك المشكله. هلا المشكله لما كان عمرها 3 سنين هي هالقد، ولكن المشكله لما عمرها 10 سنين هي هالقد. فعلى ايش اسهل اسيطر واحسن، بهالقد ولا بهالقد؟ عرفتي علي؟ فالمشكله بعمر 3 سنين انا قادر اغير شغلات كثير، قادر احسن من جوده حياه الاطفال. وفي كثير اطفال يعني عندهم بيكون التوحد وبلشوا ببرامج علاجيه مبكره. اه ايوه عايزه اسمعها، لكن برضو اه مش هيخف. في اطفال. هخليه يتعايش لا افضل احكي لك بس هيخف. شغله. هلا شوفي، لا في اطفال كثير بتخف وكثير بتفرق، وبتوصل انت مرحله بتقولي يا الله بس لولا مثلا هالشغله. يعني انت بتقولي لا هو شكله طبيعي 100%، يعني حتى تفاعلاته، سوري، تفاعلاته ردوده كيف بصير يحكي كيف بصير متفاعل. فبتحسي انه لا هو كثير مشي بطريق صح. لكن لما انا بجيبه كبير انا قديش بدي اعدل لاعدل، لانه هي هاي الشغلات بدها شغل على بكير. في أطفال كثير بتستفيد من التدخل المبكر كثير للأمانة، وبتوصل مراحل رائعة جدا. حلو. هسأل بقى حضرتك أسئلة عندي، اللي هو اللي هو هل ممكن حد يشخص الطفل إنه عنده توحد ويطلع حاجة تانية؟ يعني وهل في أجهزة أو تحليلات بتكشف موضوع التوحد؟ شوفي هلأ تشخيصات التوحد لليوم عليها كثير، خلينا نقول جدل. أوكي حبيبتي سونا، كثير عليها جدل موضوع التشخيصات. هلأ صار في تشخيصات بالذكاء الاصطناعي. يعني هلا في اشخاص جابوا ديفايسز معينين بقول لك احنا بنقدر نشخص هل هذا الطفل عنده توحد او لا بالذكاء الاصطناعي. فهاي واحدة من الشغلات. الشغلات اللي هي خلينا نقول الشائعة أكثر اللي هي التقييمات اللي بتصير. التحاليل لما بيعملوها أو لما بيطلبوها الأطباء، بيطلبوا هاي التحاليل حتى يشوفوا هل في عند هذا الطفل مشكلة عضوية. لأنه مرات نقص فيتامينات معينة عند الطفل بتسوي عنده شغلات كثير. صورة الام ار اي اللي بتنطلب للدماغ هي بتنطلب عشان نشوف هل في اصابات على الراس، هل في مشاكل في سريان الماده البيضاء او الماده الرماديه، هل في نقط على الدماغ، هل. ما هو انا دائما بحكي احنا لازم نستثني الجانب العضوي عشان نقدر احنا نشخص بالطريقه الصحيحه. فمعناتها ليش الأطباء بيطلبوا هيك؟ بيطلبوا عشان يشوفوا هل في مشاكل ثانية، ولا هو هذا الطفل لا هو عنده توحد لكن ما عنده مشاكل عضوية. فكثير مهم نمشي بتعليمات الطبيب. في أهل يقول لك لا خلص ما بدي أشخصه أو ما بدي أروح على طبيب أو ما بدي أعمل التحليلات، خلص هو واضح إنه عنده توحد. يعني أنا بتذكر في حالة إجتنا كانت مشخصة إنه عنده توحد، وخلص كونفيرم انه هو هذا الطفل عنده توحد. اللي صار انه يعني خلال الجلسات اللي بلش ياخذها عنا، يعني انا حسيت في إشي مش صح. يعني الطفل اوكي عنده مشاكل ولكن ما حسيته كثير بيميل للتوحد. فلما طلبنا صور وطلبنا تحاليل وإشي، وحتى وقتها الدكتور طلب منها اللي هو الخريطة الجينية، يعني التحليل أصلا بيقعد شهر لتطلع نتيجته. فطلع أصلا عنده إشي تاني ما دخله لا بالتوحد ولا بأي إشي تاني، طلع عنده آه، مشاكل، خلينا نقول نسيت والله إيش اسمها، بس هي بتأدي لأنه يصير عند هذا الطفل مرض معين، ضمور.
هو الطفل بدل ما يتطور هو بصير عنده ضمور بالاشياء وتراجع بمهاراته كلياتها حتى جسمه. فليش شفتي اه ليش مهم انه احنا نروح نراجع ونشخص ونشوف التحاليل المطلوبه؟ حاضر يا ماري، مم. بس اكمل. هتكلم في حالا أستاذة بس. انا كنت محضره فعلا ان اتكلم في اللي انت بتقوله، خليك معايا. اه اتفضل. تمام. فالتشخيصات كثيرة، التشخيصات عليها جدل عالميا مش بس عندنا في الدول العربية، لا عليها جدل عالميا. لأنه فيها تسرع أحيانا. آم، فيها ناس مثلا زي ما قلت لك ب5 دقائق، وهو هذا مش الإشي الصح. الإشي الصح إنه العيلة الكاملة من الأخصائيين هي اللي تكون مشرفة على الحالة. وعليكم السلام، أهلا وسهلا يا هزيم. يكون مجموعة من الأخصائيين هم المشرفين بإشراف مم. إنه يراجع عند الطبيب ويبلش بالبرنامج التأهيلي له من جميع الأخصائيين اللي هو هذا الطفل بحاجتهم لدعم تطوره. مم. وبعدين بصير في تداول بين هدول الأخصائيين والطبيب، إنه يا دكتور إحنا إجانا مثلا هذا الطفل سين عنده كان مشاكل كذا وكذا 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 وكذا، اشتغلنا على كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هون صار في تطور، هون ما صار في تطور. بيجي الأخصائي الثاني بيقول أنا اشتغلت على هدول، هون صار في تطور، هون ما في، هون في، هون ما في. لما بيقعدوا بيتناقشوا بهاي الحالة هيك الكل بيعطي رأيه وقتها. هذا هو الإشي الأنسب والأصح عشان نحكي فعليا هذا الطفل عنده هاي المشكلة ولا ما عنده. لكن أنا دائما بحكي يا جماعة إطلاق الأحكام، أنا هذا المتسرع أنا ضده. مم. طب انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه. انا لما شويه بصيت على موضوع التوحد، لقيت انه في يعني الاراء متجهه انه الطفل ده بالعكس مميز، وبيبقى عايز تنمية مهارات اكتر عشان يطلع الحاجات اللي جواه. هل ده صح ولا ايه؟ يعني دايما المعروف في العامة انه دي مشكلة كبيرة وعايزين نعالجها، لكن من وجهة نظر اخرى انه لا، ده عنده حاجات لو اشتغلنا عليها هننمي المهارات اللي عنده. شوفي، فحضرتك. كل طفل مبدع، وكل طفل رح يكون متميز بإشي. هلا في أطفال من أطفال التوحد ممكن يكون أصلا معه خلينا نقول معدل الذكاء عنده هو فوق الطبيعي، ولكن هذا مش دائما، ولكن بعض الحالات ممكن يكون عنده متلازمة في الذكاء. التوحد عبارة بشكل عام عن تعديل سلوك. تعديل سلوك وأشياء أخرى يا فيصل. مش بس تعديل سلوك. ممكن يبقى عنده يعني ممكن يبقى في حالات ان هو ما عندوش حاجة اشتغل عليها قد ما انا عايزاه يتعايش مع المجتمع، وفي حالات اخرى ممكن انمي مهاراته بالعكس، فاطلع افضل حاجة، ولا كلها افضل حاجة؟ اه. شوفي، في أطفال ببلش الشغل عليها من الناحية السلوكية اللي هي تعديل السلوك، بعدين ببلش ينشغل عليها من ناحية إنه يصير يكون عنده مخزون لغوي يقدر على الأقل يطلب احتياجاته. إحنا طبعا بنحكي حسب شدة التوحد. في أطفال توحد وتوحد بسيط لا، هم بيقدروا يتفاعلوا معك بشكل أحسن من التوحد خلينا نقول اللي درجته أشد، ولكن أنت لازم توصلين لمرحلة إنه يعرف يطلب تعديل السلوك. أحيانا بيكونوا بحاجة أخصائي العلاج الوظيفي كمان مثلا تقوية مهارات معينة، لزيادة تناسق بين حركة العين وحركة الإيد لما بيكون بيعمل مهمة تتطلب إنه يتطلع ويشتغل بإيده. وأطفال كثير منهم بيبدعوا. في أطفال مثلا بيتعلموا مهارة الرسم، في أطفال بيتعلم بصير يعني يرسم رسم يعني كثير حلو، أنت بتتفاجئي. في منهم اه. بيتعلم مثلا مهارة يعمل أشياء حرفية مثلا أساور الخرز، سنسيل، ميداليات وإلى آخره. فكل واحد أنت بدك تعرفي أنا إيش الجانب اللي عنده فيه موهبة وأنمي له إياه. فبالعكس الشغل معهم هو لما يكون الشغل صح، واللي ماسكينه أخصائيين شاطرين خلينا نقول ومتمكنين في مجالهم، الطفل هذا يعني أكيد بيكون في تحسن في جودة حياته. طبعا بدي أحكي نقطة مهمة. اه. أي أخصائي لو كان أشطر أخصائي في الكوكب، لو ما في متابعة من الأهل مع تطور هذا الطفل وبالأشياء اللي بياخدها الطفل خلال الجلسات، النتائج ما راح تكون مرضية للجهتين. لأنه أي جلسات هي بدها تتاخد لازم يكون في لها متابعة بالبيت. يعني إحنا اليوم أعطينا الطفل هيك كمل هيك، مش إنه إجا أخذ الجلسة خلاص أنا بالبيت أكمل أو أتركه خلاص على شو أخذ بالجلسة.
طيب الواحد هو يستجيب أكثر مثلا مش. مم، رأيي طيب أوكي. بالنسبة للدراسة، هل بيدرس زي الناس كلها أو زي اللي في سنه، ولا بيبقى ليهم مناهج خاصة عشان ظروفهم مثلا؟ أوكي، بس خليني أشوف. أعتقد أن طفل واحد يخرج بعقله عن السيطرة على بعدين بجاوبك يا هزيم، الجملة صعبة شوي هلا حاليا علي. شوفي، في أطفال بالتوحد بتكون عندهم توحد بسيط، وإحنا هاي الحالات شفناها. بلشوا اللي هو خلينا نقول برامج أكاديمية قبل دخولهم للمدرسة. لما وصلوا المدرسة، أنا في طفلة بتذكرها وكانت ما شاء الله يعني حتى أنت هيك بتصفني إنه هي توحد، لكن هي ما شاء الله مهاراتها الأكاديمية كانت عالية جدا، لدرجة كانت تكتب وتقرأ بالتشكيل. اه. فكان وضعها الأكاديمي جيد. لكن هم إحنا دائما نحكي أطفال التوحد أو الأطفال عندهم اضطرابات أو خلينا نقول متلازمات، هم أحيانا بيكونوا بحاجة لبرامج شوي متخصصة لهم أكثر. بحاجة، وعليكم السلام أهلا يا عبد الله. بحاجة يكون عندهم حتى الأساتذة اللي بيكونوا معهم يكونوا أساتذة متخصصين بالتعامل معهم. في حالات يعني بتمشي شوي بالأكاديمي، لكن مش زي أي طفل من عمره، أو مش زي أي خلينا نقول تطور مفروض يكون بهذا العمر. طيب احنا بنقول الحرمان الحسي، هل الحرمان الحسي ليه علاقة بالتوحد؟ وحضرتك دلوقتي قلتي المتلازمة، هل ليها علاقة برضو بالتوحد؟ هلا المتلازمات إشي، والاضطرابات إشي، لا، والأمراض ما إشي. كان السؤال، اصبر يا صالح، نبقى نعمل دوت، اتفق مع الدكتورة ونعمل لايف ليه من عينيا، نتكلم فيه فعلا، تمام. كل حد من بلد معينة ونتكلم. اتفضلي. هلا في اضطرابات، في أمراض، في متلازمات. هلا حتى بدي أجاوب على حدا بقول لي المتلازمات. شوف، المتلازمات كتار. فالمتلازمات انت بدك تراجع طبيب هو يحكي لك عن هاي المتلازمه. احنا مش كثير بنعرف بكل المتلازمات، ولا بنعرف بكل خلينا نقول الاشياء العضويه اللي 100%. احنا بالنهايه قسم تاهيلي، فالطبيب هو اللي راح يفيدك عن هاي المتلازمه. فممكن يكون في عند الطفل اكثر من شغله مع بعض. فبرضه هذا مين اللي راح يحكي فيه ومين اللي راح يوجه فيه؟ الطبيب أو طبيب الأعصاب اللي راح يكون ماسك هاي الحالة، وراح يكشف شو عند هذا الطفل بعد التحاليل وبعد الخضوع لهذا البرنامج كامل. وراح يوجهه يقول له إنه ابنك هو عنده كذا وكذا، فلازم أنت تشتغل معه هيك وهيك وهيك، أو لازم تراجع عند أخصائي هيك وهيك. المشاكل الحسية هاي أكثر إشي بتكون بتميل إنه يشتغلها أخصائي العلاج الوظيفي. يعني في أطفال مثلا ما بتكون تتقبل ملامس معينة. يعني مثلا جربي حطي له كريم ما بيتقبل ملمس الكريم. جربي مسكيه مثلا إشي خشن ما بيتقبله، إشي ناعم، حسب هو إيش الملامس. فيه أشياء يتقبلها وأشياء ما ليه؟ بيتقبلها. عنده فوبيا؟ عنده فوبيا؟ لا، يعني هل دي هاي اسمها فوبيا؟ مشاكل حسية. مشاكل حسية. هو ما يعني، يا إما هي مشاكل حسية أصلا هي موجودة عنده، أو هو يمكن ما جرب هاي الملامس. اه. اخبار سؤالك بعدين بجاوبك اياه يا هزيم، لانه بده تفكير كثير ما قدرت افهمه. فاللي بيصير انه لما ببلش هذا الطفل ياخذ هاي الجلسات، خلينا نقول عندنا ازمه اليوم في الشوارع فل. عادي عادي. ايوه، عشان النهارده إيه، الحد بداية الاسبوع. بالضبط. اخصائي العلاج الوظيفي ببلش هو يدخل معه ملامس حتى يبلش الطفل يتقبلها. مجرد ما الطفل بلش يتقبل هاي الملامس المختلفة، احنا بنكون ايش قاعدين نعمل؟ اشباع للمدخلات الحسية. تمام. في اطفال بتلاقيه مثلا بضل يعض لانه بده إشي مدخل حسي هون، انه مثلا ممكن ياكل خياره خلاص اشبع هاي المنطقه عنده. او بيكون يعض عشان مثلا ايده، فانه مثلا اعملي له مساج او مسكيه ملامس مختلفه. هلا حتى احنا بنقول للاهالي اعطي ابنك معجونه، خليه يلعب بالمعجونه مرات، لانه هو بيكون فعليا بده يفرغ هاي المدخلات. وبتختلف من حدا لحدا. يمكن مش انا اكثر حدا شاطر احكي بهذا الموضوع، لان هي بتكون اكثر باخصائي العلاج الوظيفي. طيب يبقى معنى كده ان هو ولكن الطفل، احنا بنحكي عنها ان جنرال. اه، معنى كده ان طفل التوحد بيبقى محتاج دايما فيتامينات بي بقى،
الحاجات اللي هي بتظبط الاعصاب. انا عايزه اقول لحضرتك يا استاذ صالح، ما عايزين لا ما نركز. فهمتش آخر إشي، إيش بحاجة شو؟ هقول، اغلبنا ما عندوش معلومات كافيه عن التوحد، والدكتوره ده تخصصها، فخلينا نستفيد منها حتى كمعلومات عامه لو ما نعرفش حد عنده توحد. والموضوعات اللي حضرتك بتكتبها اكيد هنتناقش فيها، بس عشان تركزوا معايا، ده انا ما عنديش الا 4 يعني. الحمد لله يا كابتن. انا قلت لحضرتك ايه؟ هل بيحتاج الطفل بتاع التوحد انه على طول نديله بقى فيتامينات بي بقى، علشان انا كده ان الموضوع الام بيقعد يعمل كده يعني؟ في حاجات وحضرتك ذكرتي كلمة الأعصاب أكتر من مرة، يبقى معنى كده إن هو بيبقى عنده شوية نقص فيتامين بي، أو اللي هو بيبقى عنده شوية التهابات في الأعصاب، ولا إيه؟ لا شوفي، أه أنا كتير مثلا ما بحب اللي بيجي بيقول لي دكتور أنا رحت، أنا أقول لك كثير في اهالي مثلا بقول لك دكتور انا رحت جبت لابني فيتامينات وعم بعطيه فيتامينات. يا عمي ما تعطوا اولادكم فيتامينات قبل ما تروح انت تعمل له تحليل. طب انت مثلا ممكن تجيب له فيتامينات ويكون الولد اصلا هذا الفيتامين عنده ضمن الرينج الطبيعي في الجسم، فانت بتقوم تعطيه زياده. ليش؟ اه هلا ليش بقول لك الطبيب الاعصابي بيطلب تحاليل؟ احنا ليش بدنا نقول روح راجع طبيب الاعصاب؟ اول شيء طبيب الاعصاب هو المسؤول عن تشخيص التوحد، هذا رقم واحد. معلش قطعت. الدكتور التحاليل، ممكن يطلب. لان بيقولوا اه ما فيش تحاليل لفيتامين ب، وبيقولوا انك تاخديه باي كميه علشان يعني الزياده الجسم بيطردها. زياده فيتامين ب، لما احنا بناخد فيتامين ب بكميه كبيره، يقال ان هي بتطرد اصلا في الاخراج يعني. أنا مش طبيبة أعصاب فلا أفتي في ذلك، ولكن إحنا في تحاليل زي البي 12 ببين عندك قديش نسبة بي 12 بالجسم. فليه أنت تروحي تعطي مثلا بي 12 زيادة ويطلع يصير عنده زيادة بالجسم؟ فلازم ينعمل بي 12 تحليله ويشوفوا هل هو ضمن الطبيعي ولا هو لا بحاجة إنه ياخذ سبلمنت. المغنيسيوم، الزنك، مخزون الحديد، فيتامين د، يعني هاي الأشياء كلها لازم يتشيك عليها. مين اللي بيقول لك اعمل؟ الطبيب بعد ما يشوف الطفل بقول لك اعمل لي هاي التحاليل 1 2 3 4 إلى آخره. عملت هاي التحاليل بشوفها الطبيب هل الطفل هذا، حتى أحيانا بطلبوا تحليل للغدة الدرقية. عرفتني يا استاذ صالح. اه طبعا دي لازم. استاذ صالح فالطبيب هو الصح. بيقول ان كلنا اصابنا التوحد بسبب الانترنت، وكلنا محتاجين علاج. هل ادمان الانترنت والسوشيال ميديا والكلام ده بيخلينا عرضة ان احنا يبقى عندنا توحد، ولا هو ده بيجي في السن الصغير بس؟ لا لا شوفي، ما في حدا يعني أو ما في أي دراسة أثبتت إنه الواحد هو كبير رح يصير عنده توحد، ولا إنه كثرة التليفونات هي رح تسوي توحد، هذا نكون متفقين عليه. ولكن آه. إحنا كبار أو صغار، خلينا نقول هلا إذا أنا ماسكة التليفون وبلشانة فيه 24 ساعة، ولو أنت جنبي وبتحكي معي أنا ما رح أسمعك صراحة وما رح أركز، لأني أنا خلص من ماسكة التليفون ويلا يلا يلا يلا. في الناس تقول ما لك رح أقوم بتضيع أعمل وقت. إشي، رح أبطل، رح رح أنعزل، رح أبطل أحب أطلع، لأني خلص أنا هون مكتفية بالإشي اللي أنا هون مبسوطة فيه. طب فما بالك يا رانيا طفل، طفل هو اصلا مش واعي على الدنيا وبعده، وبتعرفي انه انا بنصدم انه في امهات بيقولوا لي دكتوره هذا عزل التفكير آني نتيجة انشغال الإنترنت، صح؟ أو الأجهزة. أنا في أمهات رانيا بنصدم إنه بيحكوا لي إنه أنا بلشت أحط التليفون أو الشاشات لابني بعمر 6 و7 شهور. اه ب6 و7 شهور الطفل شو المفروض يكون يعمله؟ المفروض أنا أكون ألعبه بالألعاب اللي حواليه وبخ عينه وأطعمي وأزغزغ وأشيل وأحطه، يعني لازم أنا اللي أكون معبي وقته. تخيل إنه طفل من 6 شهور وإجا عندك. الحمد لله والله بقرأ يا هزيم، بس مش كل شيء بقدر أجاوب عليه، في أشياء بدها تفكير كثير. إجا عندك عمره 3 سنين، يعني أنت بتحكي عن من 6 شهور ل3 سنين هو قاعد على هاي الشاشات ولا اكتسب شيء من البيئة. معناته بتعرف في أطفال بصير عندها بسبب أصلا كمان إدمان الشاشات بصير عندهم اللي بنسميه اللي هو الأكل اللاواعي، لأنه هو مثلا قاعد ملهي. فحتى الأمهات بتصير يقول لك أنا ابني بضطر أحط له شاشة وقت الأكل لأنه ما بيرضى ياكل، لأنه خلاص هو تعود أصلا، فهو عم ياكل بدون إدراك للشبع، ما في وعي شو عم ياكل أو ليش عم ياكل أو قديش عم ياكل.
مم. فالشاشات شو اللي صار؟ ليش بقول لك في صار هلا لغط بالتشخيصات؟ كثير بتيجي اطفال ما عندها تواصل بصري وعصبيه وما عندها لغه وما عندها اشياء كثير، اللي هي انت بتطلعي لاول مره اي حدا مثلا بتقول إيه ابنك عنده توحد، ابنك عنده توحد والى اخره، لكن هو اه فعليا الولد ما عنده توحد، الولد صار عنده ادمان شاشات. هذا الادمان خلى يصير عنده سمات مشابهه، ولكن مجرد ما انسحب التليفون، مجرد ما انه بلش الطفل بهذا البرنامج العلاجي، ومجرد ما بلشت البيئة تتفاعل معه ويصير في تفاعل من هون جدا. وجلسات من هون وفي الشاشات من هون، الطفل ببلش يرجع لوضعه الطبيعي. مم. فمعناته احنا كثير بدنا ننتبه للشاشات، بدنا ننتبه لتطور أولادنا، بدنا ننتبه لكل تفصيل بمر فيه ابني، لأنه الشاشات صراحة بالوقت هذا دمرت أطفال كثير. عملت عزلة اجتماعية ونفسية وخلته طبعا. برضو جاي عن العالم الخارجي يعني، أهلا يا عادل، أهلا. وما يعني حتى يكتسبش بقول زي لك، ما. حتى يعني بقول لك حتى احنا الكبار سوت عنا عزله. اه اه فعلا، لكن بعد كده ما نقولش لحد ماسك التليفون على طول او قاعد لوحده على طول وهو في سن كبير انت جالك توحد، حتى مهما قعد لوحده، لا هو حصلت له نوع من انواع اهلا العزله. وانا وسهلا. بزود كمان حته الاستغناء، اوقات احنا بنوصل لمرحله ان احنا استغنينا خلاص عن البشر من كتر ما اتاذينا منهم، فبنحب نقعد لوحدنا احسن. صح اه كده؟ شوفي، هلا هي شوفي هلا هي صارت زي كلمه متداوله، يعني انه اي واحد قاعد لحاله تقول له مالك انت عندك توحد. يعني انا صراحه ما شوي ما بحب هاي الكلمه، اه لاني انا اصلا انا كثير عندي مشاكل بالمسميات بشكل عام. يعني انا مثلا ما بحب نحكي انه كلمة إعاقة، أنا مثلا ما بحب أسمعها. يعني أنا شخصيا بتنرفز منها. أنا بحب أحكي أشخاص من ذوي التحديات، أطفال عندهم صعوبات، ولكن إنه بلاش شوي الكلمات الجارحة، أنا ما بفضلها للأمانة. ده انا بص والله في يا أم غيث ما بعرف، هذا الأخصائي هو اللي بده يقرر، أنا ما بعرف، يعني بعد ما أشوف الأخصائي هو بيقرر. عايزه اجاوب الاستاذ صالح. يعني كفايه قعدتي مع الدكتوره بس الحبه الصغيرين دول، اكيد هجاوبك. وبيقول لي السؤال ليا يعني، بيقول ان هل عمر فوق ال50 معرض للاعتكاف مثلا والتوحد يصبح يعشق العزله او اضطراب نفسي؟ ما احنا لسه سائلين نفس السؤال، انه التوحد مش بيجي في السن الكبير. اطلع من عند هاي الدكتوره بتكون اتعلم الله يفكر هاي يعني. بتكون مشاكل نفسية، بتكون مشاكل. في كثير ناس بتفضل العزلة بعمر كبير، لأنه خلص احنا بفوت كده بحالة اتعودنا. مثلا من الاكتئاب. هلا إذا لا، هو مش توحد، أنت عندك مشاكل نفسية. أنت لما تحس يا عمي مش عيب إنه أنا إذا حسيت حالي عندي مشكلة مكتئبة، عندي مشكلة نفسية، عندي إني أنا أروح وأشوف طبيب نفسي، لأنه ممكن الحل يكون بسيط. ليه؟ مش بس كده يا استاذ صالح، انا عايزه اقول لحضرتك، لا هو الواحد كل ما بيكبر بيبقى عايز يهدى ويعيش في هدوء، مش عايز وجع الدماغ. بتلاقوا حتى الاجداد، الجد والجده، اما بيجي ليهم احفادهم بيبقوا بيحبوا يلعبوا معاهم كل حاجه، بس بيجي عليهم وقت خلاص انا مش قادر استوعب. إنه خلص صح. فاحنا طبيعي ان احنا كل ما كده بنبقى عايزين نتعزل، نعيش في هدوء، مش عايزين مشاكل، مش عايزين ناس محاطين يعملوا لنا دوشه في حياتنا يعني. فده أمر طبيعي مش بس لسن ال50 يعني. صحيح. بالضبط بتكون كده ماري، في. بس خليني أجاوب ماري. ابني تقريبا عامين ما بيحكي إلا إذا أنا حاولت. ماري، زي ما بنصح الكل، توجهي لطبيب أنف وأذن وحنجرة، تأكدي من سلامة السمع وعدم وجود سوائل، وتوجهي لأخصائي النطق واللغة حتى يعملوا تقييم، يشوف لغة الإنتاجية ولغة الاستيعابية. اللغة الاستيعابية تمام، لكن هو غير منتج، ولا هو اللغة الاستيعابية برضه ما في مخزون لغوي وغير منتج. فالأفضل إنك تراجعي وتشوفي ونعمل التقييم المناسب. طيب هل المصابين بالتوحد بيكون عندهم قدرات مثلا أعلى؟ دي حاجة. وحاجة تانية، هل جاوبت أنا هذا الإشي، حكيت لك إياه، قلت لك مش لا شرط. لا هلا هو كده وكده. وكمان المدارس، هل بيبقى ليهم مدارس متخصصة اللي عندهم التوحد، ولا بس المدارس بتبقى لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو. لا شوف، هلا في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي المفروض إنه بالمدارس يكون في جزئية اسمها جزئية الدمج للأطفال اللي عندهم توحد وإلى آخره. بيكون برضه في، خلينا نقول، جزئيات، يعني هي باختلاف المسميات بالبلدان، أنا ما بعرف كل بلد إيش بسموها،
ولكن في جزئيات بهاي المدارس بتكون مخصصة لمثلا إن الطفل، أنا هذا الطفل عنده توحد مثلا فات أخذ حصصه، ولكن ممكن يكون بحاجة لدعم بجلسات، فبرضه بنفس المدرسة في اللي هي غرفة بسموها غرفة مصادر أو غرفة دعم أو اللي بيتم فيها دعم هذا الطفل ويشوفوا إيش هي احتياجاته. طب مش شايفة حضرتك ان الاختلاط ده سلاح ذو حدين؟ يعني مم.